دزت عليا بزاف ديال التجارب المرعبه في السنوات الاخيره، ولكن هذه التجربه بالذات كانت هي الاغرب والاكثر رعب. عمري ما حسيت بالخوف والصدمه النفسيه بحال هادي، وهذا الشيء وقع لي قبل بشي سيمانه تقريبا من دابا، والصراحه باقي كنحس بهذا الشيء كيراقبني. العنوان ديال هاد القصة هو ظل الأيتام المحروقة واللي وقعت لجوج بنات، وهاد القصة حقيقية 100%. وانا غادي نعاود باللسان ديال هاد البنت اللي طرا ليها هاد الشيء. داك الشيء علاش بغيتكم تركزوا معايا مزيان، حيت هاد القصة غريبة. القصة غادي تبدا فاش غادي نقرر انا وصاحبتي نمشيو لمدينة الملاهي سيدر باوند باش نحضروا فعالية الهالوين والليلة ديال الرعب، حيت حنا بجوج كنحبوا هاد الاجواء والالعاب المخيفة. ولكن للاسف غادي نختاروا اسوأ وهي كان ممكن نختاروه في حياتنا، حيتاش كانت البلاصة عامرة بالناس بشكل خيالي، والانتظار على بعض الالعاب كان كيوصل لأكثر من ساعتين، وهذا الشيء اللي غادي يخلي المتعة تضيع. وقررنا نمشيو، ولكن غادي نمشيو لشي بلاصة اللي نكملوا فيها الليلة ديالنا، وهذا الشيء اللي غادي نديرو غادي ندموا عليه بزاف. وحنا كنقلبوا في الانترنت على شي بلاصة نزوروها، وبالفعل غادي نلقاو واحد البلاصه اللي لفتت الانتباه ديالنا بزاف. كاينه واحد البلاصه بعيده علينا ب 30 دقيقه ديال الطريق من البلاصه اللي حنا فيها، وسميت ديك البلاصه دار الايتام غور. وعلى حسب الروايات فراه كانت تما دار الايتام تحرقت كلها، وماتوا فيها اطفال والمشرفين عليهم، وبزاف ديال الناس قالوا انهم شافوا امور غريبه واحداث ما عندهاش تفسير في ديك البلاصه. وزيد على هادشي كان تما جسر قريب معروف باسم جسر الطفل الباكي، حيت كيتقال ان واحد المراه رمات الرضيع ديالها من فوق داك الجسر ومات. وقريت حتى قصص اخرى على جرائم قتل وقعت تما، ومراش لقات راسها في ديك الغابه، وحتى اشاعات على طقوس غامضه كانت كتوقع تما. وهنا في الاول غادي نضحكوا على هاد القصص وقلنا غير خرافات باش يخوفوا بها الناس، وبما اننا شدنا الملل بزاف قلنا غادي نمشيو لديك البلاصه. داكشي اللي كان غادي نمشيو لديك البلاصه، وغادي نتفاجئوا بان البوليس كيوقفوا الناس اللي كيدخلوا تما بالليل. هنا غادي نضربوا الدوره وغادي نحطوا الطوموبيل حدا الجسر، وبدينا كنتمشاو على رجلينا في الطريق المؤديه للحديقه اللي فيها بقايا دار الايتام القديم. الصراحه كلشي كان عادي حتى بدينا كنقربوا للبلاصه. فجاه بدينا كنشموا الريحه ديال العافيه، وكلما كنقربوا كتولي الريحه قويه بزاف. والاغرب من هذا الشيء ان درجه الحراره تبدلات بشكل مفاجئ، من جو بارد تقريبا 10 درجات لواحد الحراره اللي ما يمكنش، رغم ان المنطقه كانت عامره بالشجر. المهم غادي ندخلوا للحديقه ولقينا علامات كتشير للبلاصه اللي فيها دار الايتام القديمه. هنا غادي نوقفوا وغادي نتصوروا شويه، ومن بعد بقينا ساكتين باش نشوفوا واش غادي نسمعوا شي حاجه غريبه. واول حاجه لفتت الانتباه ديالنا كانت اصوات ديال الضرب متواصله على الشجر. هنا غادي يبدا يجد فينا الخوف شويه بشويه، ولكن غادي نبقاو مكملين في الطريق. وفي واحد اللحظه سمعنا الصوت ديال واحد الطفل كيغوت، وفجاه غادي نوقفوا وكنشوفوا بعضياتنا بنظرات ديال الخوف. ولكن من بعد غادي نكملوا المشي حتى غادي نشم الريحه ديال العطر قويه بحال شي واحد رشا حدايا مباشره في وجهي، وانا متاكده بان هذه الريحه ماشي الريحه ديال صاحبتي. وفجاه غادي يبداو الاوراق ديال الشجر كيتحركوا بزربه، ولكن الريح ما كانش. وهذا الشيء كامل كان كافي باش نقرروا نرجعوا في حالاتنا. ولكن الحقيقه هذا الشيء ما كانش هو الجزء اللي كيخلع. وحنا خارجين من الحديقه شفنا جوج طوموبيلات واقفين عند الباب، وهذا الشيء اللي كنقول لكم فراه في نصاص الليل. هنا غادي نتوتروا شويه وبدينا كنتسللوا حتى وصلنا للطوموبيل ديالنا، وفجاه غادي يخرج واحد الكاميو قديم مخطط بالزرق والبيض بواحد السرعه كبيره من واحد الدوره، وهو يوقف حدانا. هنا غادي يهبط الجاج ديال الطوموبيل، وكان الوجه ديالو كيخلع ديال بصح كانوا عينيه صغار وداخلين في وجهه، وقال شي كلام غريب وضحك واحد الضحكه غريبه. مباشره غادي يكسرو ومشى في حاله. الصراحه انا ما عطيتش الموضوع اهميه كبيره، قلت هذا غير شي واحد بغى يستعرض المهارات ديالو في السوقان قدامنا. المهم من بعد 2 دقائق تقريبا وحنا شادين الطريق غادي يرجع نفس الكاميو، وهاد المره غادي يجي اونفاس معانا، وبدينا كنتبادلوا النظرات بيناتنا، وكانوا عينيه كيخلعوا ديال بصح. وكل مره كنقربوا شي شويه بالطوموبيل حتى هو كيزيد يقرب اونفاس معانا. من بعد ما قرب لينا بزاف غادي يشير لصاحبتي بيديه وقال ليها اجي عندي. هنا غادي يبان ليا وجهه مزيان حيت جا تحت واحد البوله، وكان لابس كحل في كحل، وشعرو كان طويل وكتحس به مزيت حيتاش كيبرد حد ديك البوله. وجهه كان مسلوت وما مفهومش، وكان مخيف بشكل ما نقدرش نوصفه ليكم. والابتسامه اللي كانت في وجهه باقا عاقله عليها حتى لدابا. وهنا غادي نخافوا بزاف لدرجه انه ما قدرناش حتى نغوتو، وزاد لوح بيديه لصاحبتي باش تجي عنده. ومنين ما نزلناش من الطوموبيل غادي يبان في وجهه بانه غاضب. وهنا غادي يدير واحد الدوره بالجهد، وغادي يمشي مكسير، وغادي نلمحو في المرايه ديال الطوموبيل غادي لديك الحديقه. هنا حتى انا غادي نكسيرو ومشينا شادين الطريق للدار، وبقينا حوالي 10 دقائق ما تكلمناش من شده الصدمه. وكاع الطريق وانا كنشوف في المرايه اللور كنت خايف يكون داك الراجل تابعنا حتى للدار. ومن داك النهار وليت كنخاف بزاف الى يومنا هذا، ولدابا باقي كنحس بشي واحد كيراقبني، ويقدر نكون غير كنتخيل والله اعلم. وانا كنكتب لكم في هذه القصه انفس مع الشرجم ديال الدار، وكنحس بشي واحد كيراقبني من برا.
المهم الصيانز كانت هذه هي القصه ديالنا واللي وقعت لجوج بنات، وانا حكيتها كانها وقعت لي انا، واللي عنده شي قصه وقعت ليه مع داك العالم الاخر بغى يعاودها لينا، هذا هو الانستغرام ديالنا. ما عليك الا تصيفط لي القصه ديالك، ولا عجبتني غادي ندير عليها فيديو في يوتيوب، ولا بغيتو شي قصه اخرى طويله على هذه كتبوها لي في لي كومونتير. ما تنساوناش بلايك وتابوناو في القناه. كان معكم العارق والسلام عليكم.